السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احلى طبق مخلل ده ولا ايه؟ النهاردة هنعمل المخلل من مطبخ دعاء محي، وهيكون متشكل بدنجان وفلفل وطماطم. هنجيب البدنجان لحجم صغير، اغسليه ونضفيه كده من فوق، وهتمسكي كل بدنجانية وشقيها من النص بس ما توصليش للاخر. ومعايا راس توم كبيرة، ومعلقه كمون كبيره، ومعلقه كزبره، ومعلقه ملح، ونص كوبايه خل، ونص كوبايه ليمون، ومعايا فلفل اخضر وفلفل حامي لو تحبي. هاتي الكبه وحطي فيها الثوم والفلفل واضربيهم كويس قوي. وبعدين هنحط بقيه التوابل بتاعتي، كمون وكزبره وملح والليمون والخل، ونرجع نضربهم تاني. التتبيله دي يا جماعه حلوه قوي، وممكن تحطيها في التلاجة تستخدميها في اي وقت وفي حاجات كتير قوي. تمام كده، بقت التتبيله بتاعتي سايله. هاتي طاسه وحطي فيها الزيت، ونحط البدنجان اللي احنا شقيناه والفلفل كمان كده خرميه عشان ما يطرطش، وهنحط في نفس الطاسه بتاعت البدنجان كم من فلفلايه عشان بيبقى طعمهم حلو مع بعض. قلبي كده البدنجان اوعي يتحرق منك. تمام كده، ادي لون الفلفل بقى جميل، هنطلعه. وكمان البدنجان عندي استوى وبقى حلو. في كده حركة انا بحب اعملها، بجيب مية مغلية وحاطة فيها ملح، وبنزل بالبدنجان اول ما بطلعه من الزيت على المية المغلية دي، مفيش بسقطه كده واروح مصفياه ومطلعاه. الحركة دي بتخليني اتخلص من الدهون بتاعة الزيت بتاعة القلي، كمان بتخليه شايفين طري ازاي الجلدة بتاعته القشرة، وبيبقى مزبت قوي. هنسيبه كده يهدى شوية، مش هخليه يبرد بس يهدى شوية. ادي كمان الفلفل بتاعي اهو. وهنجيب الطماطم، تكوني مختارة طماطم جامدة وافتحيها حلقات بس ما توصليش للاخر، خليها متماسكة من تحت اهو، شايفين؟ بعد كده هنجيب البدنجان وهو دافي كده علشان ايه؟ يتشرب من الخلطة بتاعتي. شايفين مستوي حلو ازاي من جوه؟ حطي من المعلقة في بتاعة الخلطة. ودينا عملنا كل المقدار. جيبي الطماطم وافتحي بين كل حلقة والتانية، واحشي من الخلطة دي برضو. مش عايزة اقولك طعمها بيبقى جميل جدا، خرافة. وكمان الفلفل رصيه كده من فوق منهم، وشربيه بالتتبيلة دي. وكلي بقى، حطي جنب اي اكلة كده مصرية اصيلة الطبق ده، وقولي لي رأيك ايه. بقية التتبيلة مش هنرميها، احتفظ بيها في الفريزر، استخدمها في خلط السمك او في تتبيلات سلطات تاني. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تعجبكم، وبألف هنا وشفا. واشتركي في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا.